بتشتد الحرب السرية أو بمعنى أصح حرب الجواسيس، وبتوصل لقمتها بين المخابرات العامة المصرية وبين جهاز الموساد الإسرائيلي لمدة 19 سنة، ولحد الليلة اللي قبل حرب أكتوبر. حرب الجواسيس دي بقى كانت في الأغلب بتنتهي لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية، لدرجة إن في بعض المصادر من داخل المخابرات العامة المصرية صرحت إن 89% من كل المعلومات اللي بتوصل لإسرائيل بخصوص مصر، سواء بقى المعلومات دي كانت معلومات اقتصادية أو معلومات سياسية أو معلومات عسكرية، كان مركز المعلومات في المخابرات العامة المصرية هو اللي بيديها لضباط مكافحة الجاسوسية المصريين. وده كان بيتم عشان ضباط مكافحة الجاسوسية دول يوصلوا المعلومات دي بشكل أو بآخر لعملاء الموساد المتواجدين في مصر. فكان العملاء دول من الآخر تحت سيطرة مصرية كاملة، سواء بقى كانوا حاسين بالسيطرة دي ولا لا. دي كانت مقدمة بسيطة كده عن الفترة اللي كانت قبل حرب أكتوبر، وتعالوا دلوقتي أكلمكم عن الجاسوس الأثيوبي علي الفرحي. أنا محمد سليم ودي قناتكم الكشاف، وعشان ما اطولش عليكم يلا ندخل في الموضوع على طول. في 24 سبتمبر سنة 1961 بتتمكن إحدى محطات الرصد والاعتراض اللاسلكي التابعة للمخابرات العامة المصرية من التقاط رسالة لاسلكية. الرسالة دي صادرة من أحد مراكز البث اللاسلكي التابع لجهاز الموساد، وموجهة لعميل بيمارس نشاطه جوه الأراضي المصرية. طب مين العميل ده؟ لا والله ما نعرفش. طب الرسالة دي مضمونها ايه؟ برضه لسه ما نعرفش. ان الشفرة اللي كانت مستخدمة في الرسالة دي كانت مختلفة تماما عن كل الشفرات اللي الموساد كان متعود عليها. فلما المخابرات المصرية تمكنت من اعتراض الرسالة دي بشكل مبدئي ما فهموش منها اي حاجة، فكان لازم الرسالة تتحال لمكتب حل الشفرة التابع للمخابرات العامة المصرية، واللي في الاول برضه واجهوا صعوبة شديدة في حلها. بس بعد 48 ساعة من استلامهم للرسالة دي قدروا اخيرا انهم يحلوها، وبيتم نقل الرسالة دي في ظرف لونه احمر ومرفق فيه بيان بوقت استقبالها، وكمان رقم موجة الارسال وشوية معلومات فنية كده، وبيتبعت الظرف ده تاني لإدارة مكافحة التجسس في المخابرات العامة المصرية، عشان في نفس اليوم الظهر تبدأ العربيات المجهزة بأجهزة كشف الإشارات والكشف اللاسلكي التابعة للمخابرات المصرية إنها تدور على أي موجات خاصة بجهاز الاستقبال اللي عند العميل ده. وده طبعا كان بيتم في النطاق المكاني اللي حدده المكتب الفني، عشان بعد 48 ساعة من البحث المتواصل عربية القيادة أخيرا بتبلغ إنهم خلاص قدروا يحددوا ويوصلوا لمكان الجهاز بتاع العميل ده. ها، قبضوا عليه بقى صح؟ يا عم قبضوا عليه إيه بس؟ لسه شوية، أنت مستعجل ليه؟ اهدى كده واسمع للآخر وأنت هتعرف كل اللي حصل. اللي حصل إنهم سجلوا أرقام الموجات اللي العميل ده بيبعت ويستقبل الرسائل عليها، وحطوا أرقام الموجات دي في ظرف برضه، والظرف ده تم إرساله لقسم الاستماع التابع للمخابرات العامة المصرية، عشان قسم الاستماع يبدأ يسجل كل الرسائل اللي جاية من الموساد للعميل واللي رايحة من العميل للموساد. وده طبعا علشان لما يتم القبض عليه ما يبقاش قدامه اي مجال للانكار، والقضيه تبقى متقفله صح، ويتضح ان العميل ده مش مصري. العميل ده هو شاب من مواليد مصوع في اثيوبيا، اثيوبي الجنسيه يعني، واسمه علي احمد الفرحي، وعنده 29 سنه. وبالتعاون بين المخابرات العامه المصريه واداره الجوازات بتتمكن إدارة مكافحة التجسس في المخابرات المصرية من الحصول على كل بيانات علي الفرحي، اسمه وسنه وصورة واضحة ليه، وكمان صورة من التأشيرة اللي دخل بيها مصر، وتاريخ دخوله مصر اللي كان في أغسطس سنة 1961. ويفضل علي الفرحي تحت عين وسمع المخابرات العامة المصرية، وبيتم وضعه تحت مراقبة شديدة جدا في كل الأماكن اللي كان بيروح فيها، وكمان بيتم رصد مقابلاته مع أي شخص بيقعد معاه، ويتم عمل كل التحريات اللازمة حوالين أي شخصية علي الفرحي بيقعد معاها، لحد ما يتبين إذا كانت الشخصية دي متورطة معاه في الخيانة ولا لا. ده غير انكم طبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم ان كل الاشارات اللاسلكيه اللي جايه لعلي من الموساد بيتم اعتراضها من اجهزه الاعتراض اللاسلكيه المصريه، والاجهزه دي هي كانت لسه جايه جديده لمصر، فكان كل الاشارات بيتم اعتراضها من غير ما تفلت منهم رساله او اشاره واحده. فكل الرسائل اللي كانت بين علي والموساد حرفيا تحت عين المخابرات العامه المصريه، لدرجه ان المخابرات العامه المصريه قدرت انها توصل لاسم ضابط الحاله بتاع الموساد
المشرف على توجيه وتدريب علي الفرحي، واللي كان اسمه الحركي اوليفر. والغريب بقى ان الضابط اوليفر ده من كتر ما كان مقتنع انه مسيطر على الوضع كويس وان الجاسوس بتاعه في امان تام، ما حاولش حتى انه يغير الشفره المستخدمه في التواصل مع العميل بتاعه. وده يعتبر غباء شديد وانتهاك كبير لكل مبادئ الجاسوسيه في اي جهاز مخابرات في العالم. المشكله بقى انهم مش اي جهاز مخابرات، لا دول الموساد اللي كانوا بيلقبوا نفسهم ساعتها بانهم اقوى جهاز مخابرات في العالم. وكل ده كان بيتم والموساد حاسس بنجاح جاسوسهم علي الفرحي، وعلي الفرحي نفسه حاسس بامان تام. بس الحقيقه انهم كانوا نايمين في العسل مش اكتر، لحد ما يجي يوم وتيجي اشاره من الموساد للجاسوس الاثيوبي علي الفرحي. الاشاره دي بقى كان مضمونها ان الموساد بيطلب من علي الفرحي انه يتوجه لمينا اسكندريه ويبعت لهم اكبر قدر ممكن من المعلومات عن حاله المينا والغواصات والسفن، وبالاخص طبعا القطع البحريه. وفعلا علي الفرحي بينفذ التعليمات على طول، بس ما لقاش اي وسيله او طريقه قدر بيها انه يدخل المينا، فما كانش قدامه اي حاجه يعملها غير انه يقعد او يتمشى حوالين المناطق القريبه من المينا، ويحاول بقى يصور اي صور لاي حاجه هو شايفها وخلاص، او انه من خلال القعاد في المناطق القريبه من المينا يقدر انه يتصاحب على اي حد شغال في المينا جوه، ومن خلال الحد ده بقى يقدر انه يستقطب منه معلومات، سواء بقى كانت بدافع الصحوبيه او حتى بمقابل مادي، مش مهم، المهم بس انه يقدر يوصل او يتعرف على اي حد شغال في المينا جوه، لحد ما يجي اليوم اللي بيجيله فيه الشخص اللي كان بيدور عليه. بحار سكران على طول بيقعد في نفس المكان اللي علي الفرحي بيقعد فيه، والبحار ده كان شخص مغرور جدا وبيحب يتكلم عن نفسه كتير عشان يبين يعني للناس قد ايه هو شخص جامد ومهم قوي جوه المينا. وطبعا واحد زي ده بالنسبه لعلي الفرحي هو شخص لقطه، وعلي عمره ما هيلاقي احسن منه، وده لسببين. اول سبب انه على طول سكران، فممكن علي ياخد منه كل المعلومات اللي هو عايزها ومن غير ما التاني ما يحس بحاجه. السبب التاني بقى انه شخص مغرور، يعني بيحب يتكلم عن نفسه كتير، فباي كلام استفزازي وحتى لو بسيط من علي للبحار ده اكيد هيقول له على بلاوي عشان بس يبين قد ايه هو شخص جامد. المهم علي ما ترددش لحظه فعلا وضرب مع البحار ده صحوبيه، وبقى كل يوم يعزمه على الخمره في البارات الرخيصه القريبه من مينا اسكندريه. البحار بقى يسكر من هنا ويقعد علي يستدرجه في الكلام ويخليه يقول له على معلومات هو ما كانش يحلم بنصها اساسا، وعلي قاعد في امان بدون اي مخاطره او اي محاوله لدخوله المينا. وطبعا كانت كل المعلومات اللي علي بياخدها من البحار دي بتوصل على طول لاوليفر ضابط الموساد الاسرائيلي. البحار ده بقى لا كان بحار ولا حاجه، ما هو الا ضابط في جهاز المخابرات العامه المصري، بيدي لعلي المعلومات اللي المخابرات المصريه عايزه توصلها لاسرائيل، واللي كانت طبعا كلها معلومات غلط بيتم تضليل الموساد بيها. وفضل الموضوع ماشي على كده، المخابرات المصريه بتدي لعلي المعلومات وتقعد تسمعه وتسجل له وهو بيبعت المعلومات دي للموساد، لحد ما الجاسوس علي الفرحي بيبدا انه يوسع نشاطه اكتر ويخرج عن حدود الامان ويوصل لمعلومات صحيحه من مصادر تانية غير اللي المخابرات المصريه بتديها له، فبالتالي اصبح ان السكوت عليه اكتر من كده هو شيء غير امن، فعلى طول بتصدر الاوامر بالقبض عليه وبيتم التحقيق معاه. في البدايه طبعا هو انكر، بس ما كانش في مجال اصلا للانكار، فتم مواجهته بكل التسجيلات وكل ادله تورطه مع الموساد الاسرائيلي عشان علي في الاخر ينهار ويعترف، وبيتم تقديم علي للمحاكمه والحكم عليه بالاعدام. عاشت مصر حره ابيه، وعاش الجيش المصري، وعاشت المخابرات العامه المصريه. انا محمد سليم، ودي قناتكم الكشاف، وهي دي حلقتنا النهارده. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديده. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده.